الزهر عليكم ومرحبا بالحضور الكريم، والشكر موصول لجمعية الأدباء المغاربة على رأسهم سي محمد الغافي على هذه البادرة الحسنة اللي تستحقها الأستاذة الشاعرة الشابة فاطمة بوهركة، واللي تحتنا الفرصة أننا نتلاقاو بأصدقاء كنا كنتواصلوا معهم عبر الإنترنت فقط. الآن احنا الحمد لله جالسين جميعا في مكان واحد، هذه حاجة مهمة جدا على الأقل بالنسبة لي أنا. غادي نقرأ إن شاء الله هذه الكلمات ديال الشاعرة الأميرة أسماء بنت صقر القاسمي، أسماء صقر القاسمي، ولكن إلا سمحتوا لي واحد دقيقة نقول أنا الكلمة ديالي متواضعة في الشاعرة الشابة فاطمة. المهم الأستاذة فاطمة أنا كنت كنسمعها وكنترسم معها عبر الإنترنت فقط، وكنت دائما كنتمنى أنني في يوم من الأيام نتلاقى بها، ومن خلال الردود ديالها اللي كانت كتكتب على قصائد ديال الغير كنت كنلمس فيها الشاعرة الصادقة الطموحة اللي كتقبل التحدي، والموسوعة هي خير دليل على التحدي اللي كنت كنلمسه أنا فيها. وشاءت الأقدار أن غادي نتلاقى أنا وياها على أحسن مستوى، حتى أنني بدون علم مسبق لقيت أنا وياها بجلسة لقاء إذاعي أنا وهي في محل واحد، وكانت مفاجأة يعني سارة جدا جدا. غير هكا دخلت وتفاجأت وهي ما عرفانيش وأنا ما عرفانيش غنتلاقى، وكانت مفاجأة سارة. ندخل إلى كلمات الشاعرة الأميرة أسماء صقر القاسمي من الإمارات العربية المتحدة. تقول: منذ 5 سنوات شاءت الأقدار أن يكون النيل وسط تعارف بيني وبين الشاعرة فاطمة بوهركة، فشدني أسلوب كتابتها للنص بطريقة مميزة خاصة بها، ووجدت فيها الشاعر الإنسان الحامل لهموم الثقافة العربية والساعية بكل ما أتيت من قوة للنهوض بها. فكم هو رائع حقا أن نقوم بتكريم من وهبوا حياتهم لخدمة الأمة في حياتهم من أجل أن يواصلوا عملية الإبداع المستمر. فهؤلاء الرائعون حتما سيسجل التاريخ أسماءهم بحرف من ذهب، وسوف تخلد أسماءهم في ضمير ووجدان الأمة العربية. ففي حياة الأمم هناك نجوم مضيئة في سماء أدبنا، منها الشاعرة فاطمة بوهركة التي سكنت الشعر وسكنها، فصار الشعر قدرها الحتمي. ولا ننسى أنها صاحبة الموسوعة الكبرى للشعراء العرب من سنة 1956 إلى سنة 2006، والتي سلطت فيها الضوء على أعداد هائلة من شعراء الأمة، وقامت بهذا العمل الجبار بعيدا عن الربح والأضواء والزيف الاجتماعي، فهو عمل يستحق الوقوف أمامه بكل احترام وتقدير. فلهذا أرى أنها من الشعراء الذين يستحقون الإشادة في حياتهم، ونحن كمبدعين نثمن هذا النشاط المميز والممثل في التكريم الذي قامت به جامعة المبدعين المغاربة بالدار البيضاء، التي أكدت فيها سمو رسالتها الحضارية الأدبية من خلال تكريم أحد رموز الإبداع والنضال النسائي في الوطن العربي، إنها الشاعرة المغربية فاطمة بوهركة، والتي تعجز الكلمات عن إيصال معاني التقدير والاحترام لمجهودها المميز في خدمة الفكر والأدب العربي على حساب حياتها الشخصية، ولعلها صفة من صفات التميز والتفرد الذي سيذكرها لها التاريخ. والسلام، وشكرا للاستماع.